بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل او مساء الفل على اختي وحبيبتي وامي اللي بتتابعني. وحشتوني وحشتوني وكمان مرة وحشتوني. النهاردة عندنا روتين حلو جدا، مليان كده بالروايح الجميلة، ويهل علينا كده شهر رمضان وكلكم بخير امين يا رب العالمين. النهاردة هنفرش مع بعض الريسبشن، وهاخدكم كده جولة سريعا، وهنظبط كل حاجة مع بعض. بس يلا بينا نبدأ كده الروتين بتاعنا، ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وحطي اللايك بتاعك. ولو انت اول مرة تتفرجي على هبة، ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات يا ست الكل. لسه طالعة من تحت وقلت اشتري شوية حاجات، كنت في مشوار قلت اشوف الحاجة اللي ناقصاني ايه واروح جايباها. جبت كمان للولاد موز وفراولة، وكمان جبت الاستفندي، وكان ناقصني كده طماطم وبتنجان فجبتهم معايا وانا طالعه. تعالي بقى معايا كده نبدأ على طول كده ونشوف هنعمل ايه. طبعا فضيت الحاجة من الاكياس عشان خاطر ما تبص، لاني خارجة بره. يعني ايه، في معركة جامدة جدا هنعملها دلوقتي مع بعضينا. عايزين نفرش بقى ونستمتع كده بجو رمضاني الجميل. انت كمان يلا، لو انت لسه يعني بتقولي هتفرشي يوم 29 28، نصيحة مني ابدأي او بدري بدري شوية عشان حتى تبقي مستريحة كده. الدنيا مش هتتوسخ، ما تقلقيش. لو ايديكي فيها وعينيكي عليها على طول، واي حد يعمل اي حاجة كده في شخطة سريعة بتحصل، لا الدنيا ما تخافيش مش هتتبهدل تاني. وان شاء الله باذن الله تخلصوا على خير لكل اللي لسه ما خلص. هنا خلاص رصيت كده الاستفندي والموز، وهاخد بقيه الفاكهه. احط الفراولة في التلاجة، مش هغسلها دلوقتي. وتعالى اوريكم حاجة تانية برضو جبتها. تعالي كده نشوفها مع بعض. لا لسه الفراولة. دي الفراولة والطماطم. الطماطم عندنا عاملة 6 جنيه ونص. الطماطم عندكم عاملة ايه؟ يعني اسعارها ايه؟ هنا جبت بقى الطبق دوت علشان خاطر نعمل فيه بقى احلى سلطة، او ممكن نتبل فيه. بصراحة هو حجمه عجبني، فقلت اللي انا اجيبه يعني علشان خاطر ايه، شكله حلو. وكمان ينفع بقى معانا في حاجات كتير قوي في شهر رمضان، يعني مش شرط بقى سلطة، مش شرط مثلا اي حاجة تانية. هو كحجم حلو. انتي شايفاه ممكن يكون كبير، لكن هو لا مش الحجم الكبير. يعني هو تقريبا مقاسه مقاس 20، مش اكتر من كده. سعره 25 جنيه. تعالي بقى ندخل بقى على التقيل ونظبط كل حاجة مع بعضينا. طبعا السجاد انا غسلته الشهر اللي فات، بس ما كانش ينفع ان انا اسيب الارض من غير سجاد، ففرشته. وطبعا ساعة ما انا فرشته مسحت الارض كويس وظبطت الريسبشن وفرشت السجاد. هنا بقى غيرت الديكور زي ما انتم شايفين. لما كنت بشيل السجادة من الارض، كان التلفزيون الناحية التانية والركنة الناحية التانية زي ما متعودين. قلت بما ان يعني عايزين نجدد ونغير ونحس كده بجو حلو كده، من ضمن التغييرات يعني، فغيرت النظام. جبت الركنة كده. بصراحة لما جبتها كده حسيت ان المكان اوسع شوية، حسيت ان الريسبشن شايفاه قدام عينيا كله. والتلفزيون وهو محطوط كده، حاسة اللي يعني وانتي باصة عليه شكله احلى. كمان الولاد لما بيجوا يفطروا في شهر رمضان وعلى السفرة، بيبقى التلفزيون نفس اتجاه السفرة، فمش بيعرفوا يتفرجوا على التلفزيون. وانتوا عارفين بقى الولاد ورامز والكلام دوت. فبالنسبة لهم في كرسي هو الوحيد اللي بيبقى شايف التلفزيون، فدوت بيحصل عليه خناقة رهيبة جدا. انا عن نفسي برضو بتخانق معاهم يعني. فقلت لا خلينا نعمل كده. بس انا ما جاش في دماغي غير لما نقلت بقى الركنة والتلفزيون من مكانه. قلت الله، ده كده بقى المنظر يبقى حلو واحنا بنفطر على ترابيزة السفرة. بالفعل دوت اللي حصل. مسحت بقى الارض كويس جدا. وطبعا قبل ما انقل الركنه مسحت، قبل ما احطها يعني مسحت مكانها ورجعتها في المكان اللي انتوا شفتوه دوت كده. اي بقى معطر او اي منظف تقدري تستخدميه للارضيه، شويه كلور، شويه معطر ارضيه، اي حاجه. المهم ان انت تشمي كده ريحه حلوه. حتى لو هتجيبي ازازه دوني اللي هي سعرها تقريبا 20 جنيه، غطا واحد بيعمل مفعول رهيب. فرشت بقى هنا بقى السجادة بعد ما الأرض نشفت شوية، وبدأت بقى اللي احنا نحط زينة رمضان. كل سنة وانتم طيبين. في حاجات كانت عندي من السنين اللي قبل كده، فوفرت عليا كتير، وفرت عليا ان انا ما اشتريش حاجة السنة دي.
يعني مثلا هنا الترابيزه ديت كده او الوحده الادراج ديت حطيت عليها مفرش عادي خالص، مش مفرش رمضاني ولا اي حاجه، لاني مش متوفر عندي، ولو كنت متوفر عندي كنت هحس ان الدنيا زحمه قوي. فخلينا نفرش مفرش عادي ونحط بقيه الحاجه كده عليه تبقى شكلها اشيك. حطيت درع اليوتيوب وحطيت كده فانوس كده بدلايه مكتوب عليه رمضان كريم، وفازه صغيره لونها خضرا بحيث ان انا اكسر اللون. جيت هنا عند ترابيزه التلفزيون برضو فرشت مفرش عادي خالص ملوش علاقه برمضان، بس حطيت الفانوس وحطيت بكار العسل دوت ومعاه الهلال والفانوس. دي كده وحده خشبيه كنت جايباها السنه اللي فاتت. بعد كده بقى لبست بقى الركنة الاكياس بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده، طبعا بعد ما اتغسلت كويس جدا ونطفت وبقت زي الفل، وهي ليها سوسته بتتقفل على طول. هو المشكله في المخدات، انا خلصتهم كلهم الحمد لله، خيطت كل الكميه، فاضل لي مخده واحده عايزه ابقى اعملها معاكم، عشان خاطر في حد في الكومنتات قالت لي طب ورينا بتخيطيها ازاي وبتقفليها ازاي، عشان لو عرفت هعمل زيك. حاضر من عينيا الاتنين. فرشت بقى هنا الفرش اللي هو لونه رمادي، حسيت كده يبقى المكان اريح شوية للنظر، علشان خاطر التاني فيه شجر كتير او فيه زحمة كتير، فقلت خليني افرش دوت كده يبقى الشكل رايق شوية، بحيث ان انا لو حطيت انوار وحطيت زينة رمضان وحطيت حاجات كده فيها شغل كتير ما يبقاش المكان زحمة حواليا. فاهمين قصدي؟ هنا بقى الولاد قالوا لي يا ماما احنا جعانين، وبالفعل احنا قعدنا اليوم كله نعمل في الكام دقيقة اللي ظهرولك دلوقتي، لا احنا قعدنا فيهم حوالي 6 ساعات مثلا. ليه بتعملي ايه ال6 ساعات دول؟ بتعملي القليعة يعني ولا ايه؟ انتوا عارفين مسيح الارض مش سهل، ما تمسحي الارض مش سهله. لاني مش بمسح بالشرشوبه، انا بمسح كده بفوطه كبيره او بقطعه قماشه كبيره، يعني عشان الم الاركان والم الزوايا وتبقى الارض نظيفه حواليا، لاني مهما كان برضو الشرشوبه مش هتديكي النتيجه اللي انت محتاجاها. تمام كده تمام. وانا عن نفسي بحب اعمل كده، احب ان انا مستريحه من جوايا، ضامنه كده ان كل حاجه في البيت عندي نظيفه. دخلت بقى عشان اعمل الاكل، ويا ترى هنعمل اكل ايه النهارده؟ انا محتاره، ولما بحتار بتجه لاسهل حاجه. اسهل حاجه بالنسبه لي لاني مش عندي حاجه اطلعها من الفريزر، يعني مش حكايه مش عندي، انا نسيت اطلع حاجه من الفريزر زي اللحوم يعني. معلش رجعت لكم تاني. المهم فكان اسهل حاجه بالنسبه لي اللي انا احمر بطاطس، اعمل بتنجان، يعني نعمل اكله شعبيه كده تكون طعمها حلو، وما اقفش في المطبخ كتير، الاكله هتتلم كده في ثواني والموضوع هيبقى تمام وزي الفل. ده كده البتنجان اللي انا جبته، البتنجان سعره 15 جنيه. الاسعار رايحه فين مش عارفه، ربنا يستر علينا يا رب. المهم خدت منه 3 وغسلتهم كويس، ما خدتش الكميه كلها، انا جايبه كيلو فما خدتش الكميه كلها، غسلتهم كويس، شلت القطعه اللي فوق، وهنا هبدا ان انا اقشره، بس مش هقشره كله، يعني هسيب جزء كده صغير. انا عندي الولاد بيحبوه متقشر، فبحاول على قد ما اقدر اللي انا اسيب لهم حاجه بسيطه كده ما ياخدوش بالهم منها، اللي بياخد باله بيشيلها عادي بكل سهوله وهو مقلي يعني. هقشر بقى الكمية كلها وهقطعها بقى، وبعد كده نشوف هنعمل اكل ايه. كمان هنعمل جبنة بطماطم او مش بطماطم، انا المش عاملاه في البيت طعمه حلو جدا، بس بحتفظ بيه في التلاجة. في ناس هتقولي لا التلاجة غلط لازم تحتفظي بيه بره، لا انا بحبه جوه التلاجة مش عارفة لان المش اللي انا عاملاه يعني يعتبر ايه، عبارة عن لبن اللي هو الشرش اللي بيطلع من الجبنة القريش، جبنة رومي لو فاضت من الولاد حتة مثلا ونشفت في التلاجة، فلفل، بس الفلفل يكون متخلل، ما ينفعش تحطي فلفل كده مش متخلل، وهكذا يعني، مش المش اللي هو على اصوله بتاع الارياف وكده، انتوا فاهمين قصدي. كده خلاص قطعت البتنجان كله ورشيت عليه بقى شويه حلوين كده من الملح، وهقلبه بقى الناحيه التانية عقبال ما البطاطس تخلص معايا. وبرده لما اقلبه كده هرش شويه ملح صغيرين. يلا خدي فكره ونفذيها بكره، لو عندك مش بيحبوا كده ممكن تعملي مسقعه، ممكن تعملي كشري، ممكن تعملي كشري بعدس اصفر او كشري مصري، على حسب يعني ايه اللي انت عايزاه. جبت بقى كده الطماطم وقلت هاخد منها كده كام حبايه علشان خاطر نعمل مع بعض الجبنه بالطماطم. جبت بقى الطبق الجديد علشان خاطر بقى ايه يعني نعيش اللحظه كده. ده كده حجمه، الاول كانت الكاميرا قريبه قوي فممكن تكوني انتي خدتي بالك اللي هو حجمه كبير يعني ينفع يتعجن فيه، لا هو لو اتعجن فيه هو اخره كوبايه دقيق،
فاهمين قصدي؟ مش اكتر من كده، او كوبايه ونص، او ممكن تعجني بره وتحطي العجينه جواه. لكن ياخد عجينه كتير اللي هي مثلا نص كيلو، لا هيكون صعب جدا. هنا البطاطس خلاص بعد ما قطعت الطماطم، او تقريبا لسه بقطع الطماطم مش فاكره قوي، لقيت البطاطس خلاص كانت اتحمرت معايا، فنزلت كده طلعتها وهنزل ببقيه الكميه. طبعا عارفه اللي الزيت غالي، وهلاقي دلوقتي كذا حد يقول لي بتحمري بطاطس. انا كان قلبي بيوجعني على فكره وانا بحط شويه الزيت جوه الطاسه. بس تعالي حطي نفسك مكاني، يعني احط شويه زيت في الطاسه ونحمر شويه بطاطس، ولا نطلب اكل من بره يكلفنا 200 و 300 جنيه؟ وطبعا كالعاده لازم حد يكون معترض على الاكل. فلازم ده اساسي، لازم يطلع لك عيل كده من وسط العيال اللي موجودين في البيت انا مش عايز الاكل ده. فكان لازم ان انا ارضي جميع الاطراف، وختمت معايا على اللي هو هياكل سمبوسه. خلاص ماشي، مفيش مشاكل، اللي انت عايزه انا اعمله لك. اكيد عندكم نفس العيل اهو. فايه علاقه السمبوسه ببتنجان وبطاطس ومش بطماطم؟ نقول ايه، الحمد لله. البطاطس هنا كانت خلصت اللي هي التانية، فقبل ما اقلي بقى البتنجان قلت هقلي بقى الطبق ده كده، طبق السمبوسه. طبعا ديت اللي احنا عملناها مع بعض، بسم الله ما شاء الله، جميله وزي العسل وطعمها حلو جدا. بالجبنه وباللحمه برضو حلوه، بس انا عندي بيحبوها بالجبنه اكتر. خلاص كده، خلاص يا ست الكل، يلا بينا نقلي بقى البتنجان مع بعضينا. وعملنا كمان طبق الجبنة اللي هو بالطماطم يعني، او المش، حطيت عليه شوية من الطحينة وقلبت كله مع بعضه مع شوية زيت وبس كده، والموضوع بالنسبة لنا جميل وزي العسل، واكلة طعمها حلو. ممكن في رمضان نعملها او ما نعملهاش على حسب ما انت عايزة. والله انا ساعات كتير بعملها في رمضان، بتبقى جميلة كده، بتبقي محتارة ومحتاجة ان انت تنوعي او تغيري. قالنا كمان فلفل، والبطاطس خلصت معانا. السمبوسه بس جميله ازاي وزي العسل، جربيها لو لسه ما عملتهاش، جربيها بطريقتي والله سهله جدا وبسيطه. كمان هنا البتنجان خلاص خلص معايا، وطبق الجبنه بالطماطم برضو. يا سلام بقى على سندوتش بتنجان ومعاه فلفل حراق يا تحفه. خلاص دلوقتي ده كان غدانا، ربنا يديمه علينا نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. يلا خدي فكرة ونفذيها بكرة. والله أكلة جميلة وتنفع في الأيام ديت لو انتي مش بتعمليها في رمضان. وطبعا تقدري اللي انتي تجمعي البطاطس والبتنجان مع بعض وتبقى حلة مسقعة، يا سلام. تعالي بقى نحضر مع بعض بقية التوضيبات اللي كنا بنعملها بره. بما اني فرشت وظبطت كل حاجة، محتاجة بقى نظبط الديكور. طب الديكور هيتظبط ازاي؟ عايزين برضو نعمل بحاجات بسيطة جدا. طيب نعمل ايه؟ جبت الطمارة اللي هي كانت عندي، انا ما اشتريتش طمارة السنة دي. هي اسمها طمارة او تمرية، ايا كان بتقولي عليها ايه. كنت جايباها تقريبا كان سعرها تقريبا 10 جنيه 11 جنيه مش فاكرة، بس ما كانتش السنة اللي فاتت، كانت اللي قبليها كمان. رحت حطيت فيها البلح بالشكل دوت كده، وجبت كمان الطبق دوت اللي انا جبته في المشتريات. ممكن تقولي عليه طبق وممكن تقولي عليه سيرفيس، يعني هو المفروض اللي انت تحطي الحاجات ديت في شكل هلال، شكل نجمة، بس هو مش متاح عندنا او مش عندي انا. فلو انت متوفر عندك هيكون الشكل شكله اشيك واحلى كمان، وهيبقى النظام ديكوري كده مدي على رمضان شوية. لكن برضو لو ما عندكيش اعملي زي كده، لازم تمشي حالك وترضي بالحاجة اللي موجودة عندك. قد ايه تبقي مبسوطة وسعيدة طول ما انت راضية بالحاجة وشايفاها كده حاجة جميلة جدا. بعد كده رصيت بقى كده البلح شكل الدايرة، او يعني حوطت بيه الطبق من بره، هو الطبق بيضاوي مش دايرة يعني. بعد كده جبت المشمشية وبدأت بقى اللي انا ارصها كده. انتي مجنونة هتحطي الحاجات ديت قدام الولاد؟ ما انا هحطهم قدام الولاد عشان خاطر ينقنقوا فيهم كده وياكلوها. دول هياكلوها قبل ما تيجي رمضان بالهنا والشفا، امال احنا جايبينهم ليه؟ يعني بتكلم وبرد على نفسي، لاني برد على كل الكومنتات اللي ممكن تيجي في دماغكم، او الاسئله اللي ممكن تيجي على بالكم وانا بعمل الحاجه دي. انا عارفه يعني ايه، في ناس هتعترض معايا اللي انا برص الحاجه كده، بس انا جايبه الحاجه ليه؟ انا جايبه الحاجه عشان الولاد ياكلوها، صح ولا لا؟ طول ما هي متشاله ومحطوطه في كيس هتقعد عندك من السنه للسنه، وفي الاخر هتترمي. لا انا عندي ياكلوها وخلاص. خلصت، ممكن اجيب ممكن ما اجيبش على حسب الامكانيات، بس خلاص احنا استمتعنا بطعمها والولاد كلوها واتبسطوا منها.
طبعا طول ما انت حاطه الحاجه قدام الولاد كده على ترابيزه او في مكان هم بيروحوا ويجوا عليه، طول ما هم ايديهم هتيجي على الحاجه. حتى لو الطفل ما بيحبش الحاجه ديت، مره على مره هي اللي قدامه، بدل ما يطلب كيس شيبسي من بره، بدل ما يطلب باكو بسكويت من بره، لا انا ممكن ياخد مثلا واحده مشمشيه مجففه، القراصيه المجففه، بلحايه تبقى حلوه كده وجميله ومغذيه، واحده مكسرات ده لو امكن اللي هي موجوده، وهكذا. كده خلاص خلصت طبق اليميش اللي انتوا شفتوه دوت. بسم الله ما شاء الله النهايه كانت شكلها حلو، وحطيت كده في النص شويه صغيرين من المكسرات. تعالي بقى هنا نستعمل المبخره اللي ام ياسر جابتها لحد دلوقتي شايلاها عشان اعمل بيها ديكور رمضاني. وطبعا البخور بقى بتاع عبد الصمد القرشي دوت حاجه كده بسم الله ما شاء الله، يعني ريحتها حاجه تانية خالص، ملهاش علاقه بالبخور اللي احنا بنستعمله اصلا يعني. بجد الريحه حلوه قوي. تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يبارك في عمرك، امين يا رب العالمين. هنا بقى قلت افرش بقى كده مفرش حلو على ترابيزه السفره، وبس مدي كده على رمضاني شويه، بحيث ان انا ايه ما يبقاش المكان عندي رايق قوي، لا نعمل كده ايه ديكور رمضاني كده بسيط من الحاجات اللي موجوده عندنا. الصينيه اللي هي بتاعت ايكيا ديت متوفره في كل المحلات، سعرها 20 جنيه. انا جايباها بلاستيك، مش شرط تبقى معدن، كده كده يعني هي نفس الشكل. حطيت عليها الفانوس، والفانوس دوت دلوقتي برضو سعره رخيص جدا، انا كنت جايباه بقالي فتره. زهريه ورد بسيطه، المبخره، التماره، فرع نور كده بينور ويدي انوار حلوه. وتعالي نشوف بقيه الديكور اللي احنا عملناه في الريسبشن، وناخد جولة مع بعضينا في البيت. كل سنة وانتم طيبين، ويجعل ايامكم كلها خير وبركة وحب ومحبة، امين يا رب العالمين. هنا بقى حطيت برضو التوسترات ديت جميلة برضو بتاعت السعودية، وحطيت بقى هنا الايه الطبق اللي احنا عملناه مع بعض زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، العيل كل ما يبقى عايز حاجه مسكره هيجري على البلح، حتى لو انت مش جايبه اي حاجه غير بلح حطيه برضو قدامهم كده. ما تحطيش العلبه فوق التلاجة، ما تحطيش العلبه في دولاب المطبخ، ما تحطيش العلبه في رف عالي، لا فضيها كده في حاجه قريبه منهم، وخليهم ياكلوا ويستمتعوا بطعم البلح. هنا كمان جبت البونبونيره ديت، وطبعا انا ما حطيتش فيها بونبوني علشان احنا بقى طبعا يعني في شهر رمضان، بونبوني بقى يبقى في العيد ان شاء الله. كده بقى الجو الرمضاني الحلو الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. بسم الله ما شاء الله، كان عندي كده فرع نور بس كان نازل منه فوانيس وهلال ومش عارفه ايه والوان كده شكلها مش حلو، ففضلت ان انا اشيلهم من الفرع ويبقى فرع بس ثابت كده زي الستاره، واعلقه هنا كده عند الشباك. شكله حلو جدا بسيط الديكور، ما حسيتش اللي هو في يعني زحمه كتير، لا حسيت اللي هو هادي كده. ولعتلك النور عشان تشوفي اكتر. انا هنا كده عند باب الشقه يا دوب مشيت شويه، ده كده شكل السفره والحاجات اللي محطوط عليها. فوق شويه علقت فرع الزينه الجميل دوت كده على الحيطه، بعلقه بمسدس الشمع، مفيش اي مشاكل خالص، حاجه بسيطه كده. عند الساعه حطيت الدلايه الحلوه ديت رمضانيه كده جميله، برضو كنت جايباها السنه اللي فاتت. طبعا هنا حطيت بقى المصليه برضو الجديده بالشكل دوت كده علشان نصلي عليها تبقى سهله كده. احنا لسه هنعمل مع بعض ان شاء الله باذن الله ركن للصلاه، فاستنوه بقى. هنا برضو كده زي ما انت شايفه دي الدلايه اللي هي عند الساعه، لزقتها بمسدس الشمع مش في الحيطه، في الساعه من ورا. وهنا حطيت بقى الدلايه ديت برضو، وعلقت هنا فرع برضو زينه كده رمضان شكلها جميل قوي، وفرع النور بقى اللي بيولع ويطفي دوت. وطبعا الركنه بقت نظيفه وزي الفل، والترابيزه محطوطه والحاجه محطوطه عليها بسم الله ما شاء الله زي العسل. كل سنه وانتم طيبين. وطبعا مشغله بقى دلوقتي كان تقريبا ساعه اذان العشاء، فكان صلاه العشاء يعني شغاله. صليتي على الرسول بقى النهارده؟ طب يلا بسرعه صلي على الرسول واستغفري كتير. ده كده بقى الشكل النهائي زي ما انت شايفه كده بسم الله ما شاء الله. المكان نور وخلى كده في روايح رمضان حلوه، ممكن تكون بسيطه بس انا بحب الحاجه كده تبقى سيمبل وهاديه. بحبكم في الله والسلام عليكم.